بدأ نادي الزمالك الموسم مع البلجيكي يانيك فريرا. بدأ الدوري وبدأ الزمالك بانتصار مهم ورائع على سيراميكا كليوباترا على ملعب قناة السويس بهدفين مقابل لا شيء. في الوقت ده وفي التوقيت ده خلاص جمهور نادي الزمالك بدأ ياخد الثقة في فرقته. على الجانب الآخر بداية الأهلي كانت مترنحة بالتعادل، وبيراميدز أيضا تعادل أمام دجلة. إذا البداية جيدة للمارد الأبيض، ولكن الخوف من الاستمرارية والنفس الطويل. يانيك فيريرا استمر مع نادي الزمالك لمرحلة ما، ثم انتهى تعاقده وتمت إقالته. جه بعد كده أحمد رؤوف أو أحمد عبد الرؤوف، وفي بطولة السوبر قدر يفوز على بيراميدز، ولكن بيخسر من النادي الأهلي في النهائي. استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة أحمد عبد الرؤوف، خاصة أنه ما كانش قادر يتعامل مع اللاعبين والأزمة المالية الكبيرة اللي كان واقع فيها نادي الزمالك، تحديدا في فترة كأس الأمم الإفريقية في المغرب والتوقف الدولي للمنتخب المصري. نادي الزمالك كان بيمر ببعض الأزمات، من إيقاف القيد مرة واثنين وثلاثة، وصل القضايا ل 11 و12 ورقم كبير جدا من إيقافات القيد لنادي الزمالك. في الوقت ده جميع المحللين حتى الزملكاوية توقعوا ان نادي الزمالك هيقع المرحلة القادمة، إلى أن جاء القائد معتمد جمال علشان يقود سفينة نادي الزمالك بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية ل7 انتصارات متتالية في الدوري.